يا مساء الفل عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ انا امنيه سامي. اللي لسه اول مره يشوفني ما ينساش يعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. شامين الريحه واصله لكم ولا مش واصله لكم؟ وصفه النهارده بقى العشق، يعني الاكله الحرشه اللي الناس كلها بتموت فيها. بجد هتبقي محترفه فيها جدا، طريقتها سهله جدا بسيطه جدا. بجد من كتر سهولتها هتفضلي بقى تجيبيه كل شويه وتخلليه وتاكلوا فيه على طول. هو بره باسعاره عاليه جدا، بس طبعا هقول لكم برضو زي كل مره ربنا يرزق كل الناس وده بيبقى رزق الناس اللي بيشتغلوا فيه، بس برضو ما يمنعش احنا نعمله في البيت. شايفين لونه بينك ازاي؟ بجد بقى تحفه ودايب وبيطلع من اللحم بكل سهوله. شايفين شكله عامل ازاي ودايب خالص. وصفتنا يا جماعه النهارده هو الفسيخ. هعلمك ازاي تخلليه وتعمليه خطوه بخطوه. يلا معايا عشان تشوفوا الخطوات بالتفصيل. اول حاجه ودي اهم حاجه، يوم ما تجيبي السمك البوري بتاعك لازم يكون السمك فريش، يعني هتجيبيه هتشتغلي فيه على طول. ما ينفعش تاخديه وتحطيه في الفريزر او تحطيه في التلاجة وتطلعيه وتشتغلي فيه، لا، بتجيبيه من عند بتاع السمك وتشتغلي فيه على طول. بتفتحي الخياشيم زي ما انتم شايفين كده وبتنزلي بسرسوب ميه، مش عايزين السمك الميه تيجي على جسمه يعني. هتبداي بقى تنضفي الخياشيم كويس قوي، طلعي كل الحاجات اللي مش نظيفه فيه. تفتحي بقه زي ما انتم شايفين كده، انا بوريكم اهو تنظيفه ازاي. هنا كنت خلصت خلاص، بفتح لكم الخياشيم بقول لكم انا وصلت اللون ايه. بحاول ادخل لكم صباعي، بصوا شايفين يعني بمجرد ما بحط صباعي الناحيه الثانيه الاقي صباعي باين. هنبدا نجيب اي شفشه او اي مصفى نوقف السمك بالشكل اللي انتم شايفينه ده عشان ينزل كل الدم اللي في بقه. طبعا في ناس بتوقفه يوم كامل، لا انا بوقفه حوالي نص ساعه بس عشان برضو عايزه احتفظ بالسوائل اللي جوه جسمه. لو انت وقفتيه يوم كامل بالمنظر ده بطنه بتنشف والسمك بيبقى لحمه قليل قوي ويبقى ناشف. خلاص كده عدى معانا نص ساعه، هنبدا نعمل الخطوه اللي بعدها. بجيب مكان يكون التهويه فيه كويسه، بفرش فوطه تحتيه. الفوطه دي انا بستخدمها بس بخليها للفسيخ، هي فوطه نظيفه انا مخصصاها لعمايل الفسيخ. ببدا احط السمكه فيها وزي ما انتم شايفين بحشي الخياشيم مناديل، بحشي الخياشيم والبق زي ما انتم شايفين كده عشان يحاول يمتص كل السوائل الموجوده حوالين الخياشيم والمنطقه دي. وحوالي كده كل ساعه او كل ساعتين بخش اشوف السمك وابدا اشيل المناديل دي لما الاقيها مليانه دم. بعد كده ابدا احشيها من تاني لحد ما بقى هبدا احط المناديل اطلعها الاقيها ناشفه تماما. زي ما انتم شايفين بنيم السمك على جنبه وافتح له الشباك عشان يدخل له هواء، فالمنطقه اللي هي معرضه للهواء دي تنشف. وكل شويه بقول لكم لما اجي اغير المناديل انيمه على وضع تاني بحيث السمكه في الاخر الطبقه الخارجيه دي كلها تنشف خالص، وتحس ان القشره الخارجيه بتاعته بدات تطقطق كده، يعني تحس انها بتطلع من السمكه. بصوا هنا انا بوريكم اهو بطلع المناديل بتبقى مليانه دم. هنبدا نرمي المناديل دي ونحشي من تاني مناديل. العمليه دي بنكررها حوالي من 3 ل 4 مرات لحد بقول لكم لما ندخل المنديل ونطلعه بعد شويه نلاقيه ما فيهوش دم. مش درجه ان الدم يبقى صافي خالص، انت هتطلعي المنديل اخر مرحله خالص لما تلاقيه ان كميه الدم بسيطه، بقت بسيطه قوي. هو عامه الموضوع ده بياخد يوم كامل، يعني انا جبت السمكه الصبح مثلا الساعه 12 اشتغلت فيها، بدات بقى احط لها الملح وحاجاتها بالليل على الساعه 9 كده. هنا خلاص كانت السمكه جسمها نشف تماما كله. انا اهم حاجه جسم السمكه يبقى ناشف ما يبقاش فيه ميه خالص. هنا بقى هنبدا نحط الشطه وهنحط الملح. انا بجيب الملح اللي هو البحري اللي هو بيبقى حبايته تخينه. الشطه هدفها في التخليل انها ماده حافظه بتمنع تكون اي دود اي حشرات. ما تلاقوش خالص الشطه اللي احنا بنحطها دي ما بتخليش السمكه حاره تماما، بالعكس هي بس بتبقى ماده حافظه وبتنزل في ميه التخليل وما بتحسيش بطعمها في السمكه خالص. بدات هنا اصب بالملح، شايفين شكله عامل ازاي، بتبقى حبايته تخينه. بنخلط بقى المكونات دي كلها مع بعض. انا جبت ب 10 جنيه ملح وب10 جنيه شطه وحطيتهم على بعض كده وهبدا اقلبهم كويس. زي ما انتم شايفين اهو بشيل المنديل في نقط بسيطه جدا دم، بسيطه قوي، وبوريكم كده بخبط على السمكه بقت ناشفه قوي ومحجره. اهم حاجه جسمها الخارجي يبقى ناشف ومحجر وما فيهوش ميه تماما. كل اللي هعمله هنبدا نحشي الخياشيم كويس قوي بالشطه على الملح زي ما انتم شايفين بعمل كده. بس كده دي المرحله الاخيره بقى. ببدا اجيب شنط بيضه كده وابدا ارش شويه في الاول ملح تحت في الارضيه وابدا ارص السمك عكس بعضه. انا هنا مثلا عامله 8 سمكات، هقسم 4 سمكات و4 سمكات، فالكيس ده هحط فيه 4 سمكات، كل سمكه بتبقى عكس بعضها. هيتوضح قدامكم المنظر بالظبط كده قدامكم. سمكه نايمه مثلا اتجاه، نحط السمكه اللي جنبها عكس الاتجاه وهكذا لحد ما نرص ال4 سمكات جنب بعضهم. احنا رشينا شويه ملح على الارضيه وهرش برضو حبه بسيطه على السمك من فوق، حاجه بسيطه قوي عشان ما يطلعش مملح قوي. هنا بقى خطوه مهمه، بحاول اطلع الهواء كله من الكيس واربطه ربطه كويسه زي ما انتم شايفين كده. حاولت اطلع بقدر الامكان اي هواء موجود جوه الكيس وهكذا بقى. ربطت اول كيس هدخله في كيس تاني وهكرر العمليه دي في 4 اكياس، يعني هحط السمكه في 4 اكياس. اخر مرحله بقى ببدا اجيب السلوتيب العريض وابدا الف داير ما يدور حوالين الكيس بتاع السمك. اخر طبقه وهي الخامسه بجيب بقى كيس اسود كبير قوي كده،
ابدا اغلب بيه اخر طبقه خالص. هنا كنت خلصت الكميه كلها، هبدا بقى اخر طبقه تماما اللي هي السته والاخيره. بجيب شنطه تقيله اقفل بيها بقى خلاص السمك كله. الهدف من ده كله ان احنا نخلي السمك يعني ما يدخلوش اي اضاءه، الريحه بتاعته ما تطلعش قوي منه علشان يتخلل كويس. هنا كنت بوريكم ان انا عملت من الفوق بشويه سولوتيب عشان اقفله خالص من فوق. هنا انا كنت بقول لكم 5، يعني انا بسيبه 5 ايام ما بحركوش خالص، وابدا اليوم السادس انيمه على جنبه، السابع على جنب التاني، الثامن وهكذا. كل يوم لازم احركه في وضع مختلف عشان ميه التخليل اللي نزلت منه يعني تخش في كل السمك. هنا كنت بشاور لكم ان انا احطه فوق خالص فوق رف الدولاب. وانتوا عاملين السمك في الشتاء بياخد 15 يوم تخليل بس، يعني انتوا 5 ايام مش هتحركوه، وال10 ايام الباقيين كل يوم لازم تحركوه على وضع شكل. لو انتوا عاملينه في الصيف بياخد من حوالي من 10 ل 12 يوم وهكذا. ال5 ايام الاولانيه ما تحركوش خالص، ال7 ايام الباقيين هتبداوا تحركوا كل يوم في وضع مختلف. يا ريت ما تكتروش في فتره التخليل بتاعته، لان كل ما تكتروا ايامه كل ما بيزيد ملحه اكتر، كل ما يتهري اكتر ويبقى مملح اكتر. طبعا عشان في الصيف فانا قعدته 12 يوم بس، وببدا افتح عليه زي ما انتم شايفين. هنا خلاص كان خلص زي ما انتم شايفين كده. ببدا امسك السمكه بقى واحطها في اي صينيه، انضف بقى، اشيل القشور اللي بره كويس قوي، وابدا افتح قلبه واشيل اي حاجه مش نظيفه جواه. ويستحسن تحطوه في علبه بشويه زيت في الفريزر وما تاكلوهوش قبل ما يعدي عليه ساعتين في الفريزر. يستحسن السمك يتاكل بعد ما يتعرض لعمليه التجميد في الفريزر، مش شرط يتحط في الفريزر وهو متنضف. ممكن تاخدوا سمكيه بس تنشفوها من الميه الخارجيه بتاعه التخليل دي، تحطوها في كيس نظيف وتدخلوها الفريزر تتجمد بس ساعتين، لازم تعرض لعمليه التجميد. هنا انا كنت نضفته بقى وبحط عليه شويه زيت واحطه في علبه واحتفظ بيه بقى في الفريزر لوقت الاكل. بجد يا جماعه مفيش اسهل من كده. هي خطوات انا طولتها عليكم شويه عشان افهمكم كل حاجه بالتفصيل، بس لما هتيجي تنفذيها هتلاقي خطوات سهله جدا وبسيطه جدا، والموضوع ما ياخدش معاكي اي حاجه. هنا كنت بوريكم قد ايه السمكه كانت دايبه، ولا طعمها كمان كان خطير. معلش لو كان الفيديو طول معاكم شويه، بس انا كنت بحب اعرفكم كل حاجه بالتفصيل. ويا رب الوصفه تكون عجبتكم، ويا ريت كلكم بقى تجيبوا دلوقتي السمك وتنفذوا الوصفه دي، بجد هتنبهروا. وبكده وصفه النهارده خلصت، ويا رب تكون عجبتكم. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، ومستنيه استفساراتكم وكومنتاتكم لان ده بيشجعني اعمل لكم فيديوهات كتير. واللي بيتفرج عليا لحد دلوقتي ولسه ما اشتركش يعمل لي سبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. واستنوني ان شاء الله المره الجايه في اكله جديده ووصفه جديده. سلام.